اهلا وسهلا بكم ومرحبا مره اخرى. انا هنا طريق بني ملال، الخرجه ديال قلعه السراغنه 20 كيلومتر. وانا اليوم مع هذا الفوج ديال السياح جيت لهذا المقهى اللي فعلا جميع المرشدين تيحبوا يوقفوا هنايا. علاش؟ لان هذا المحل نظيف وفيه تسهيلات، والسياح تيفتخروا بهذا المحل هذا اللي غادي تشوفوا معايا. انا مع الزبناء ديالي السياح اللي غادي بهم واحد الجوله سياحيه اللي هي الفيلا امبريال. وهذه المقهى. السلام عليكم. ميرسي. فوالا المقهى هو هذا جميل جدا بالمراحل ديالو نظيفه، وما مستثمرين مغاربه كانوا عايشين في الطليان وجاو استثمروا هنا وجعلوا من هذا المكان يعني كحديقه وجماليه المكان. لذا الناس كيحبدوا، وجميع المرشدين السياحيين تيحبدوا باش نوقفوا هنايا باش يشوفوا المراحيض في واحد المستوى عالي نقيين، وفي نفس الوقت الزبناء يدوزوا واحد الوقت ولو قليل جدا، كيدوزوا واحد الوقت باش يشوفوا جماليه المكان من هذه الحديقه ديالو، وخاصه لو سيرفيس ديال هاد الناس اللي كيستقبلوا السياح استقبال حار وفي المستوى العالي. اذا هذا مقهى دبي خارج الطريق في بني ملال على 20 كيلومتر. مرحبا بالناس، جميع الاخوان المغاربه اللي بغيو يجيو يوقفوا باش يشوفوا النظافه والعمليه اللي هي مهمه جدا. تحيه لكم، وما تنسوش تبارطاجيو باش يفرحوا الناس باش يجيو يشوفوا، لانه نتمنوا جميع المقاهي في المغرب يكونوا في هذا المستوى، لان المستوى نقي وجميل جدا، وحتى لو سيرفيس حتى هو في المستوى، كل شيء نقي فيه، وكذلك واحد السيبوريت على برا. تحيه لكم والسلام عليكم.